يا استاذ، يا فندم، يا فندم. واقف ليه؟ ما تتحرك. هو انا نايم بقالي كتير؟ الاشاره فتحت وقفلت تيجي 10 مرات وانت ما تتحركش. طب وحياتك ممكن مرتين كمان وتصحيني؟ لا انا هقول لك على حاجه، عشان الاشاره دي برد، الاشاره اللي هناك دفن. كتر خيرك. لا انا هنا تمام، انا هنا كويس. لا عليه، روح نام هناك براحتك وقوم خد دش وافطر وانا اصحيك. ده انت بتهزر بقى. انا بهزر؟ يا ما تعفتنيش اتكل على الله. ماشي يا سيدي، حاضر. انت خدت النمره؟ النمره راكبه ما خدتش حاجه. لا اقصد خدتني مخالفه؟ لا. احلف. والله العظيم. لا قولها كلها. تقول والله العظيم وفي سرك تقول صح. انا عارف حركاتكم دي. يا سلام. ايوه والله العظيم ما خدتك مخالفه. ولا هاخدك مخالفه بعد ما امشي. والله العظيم لو اتحركت دلوقتي ناخدك مخالفه. طب يا عم ايه اللي اتكلم في السر جوه بوجي دي؟ انت شايفني ماسك بالونه وحاطط مصاصه في بوجي وبلعب مع حضرتك ترونجيله؟ ترونجيله؟ انا ما رضاش العب معاك ترونجيله دي. حاضر. مش لابس الحزام ليه؟ يا سيدي ما انا كنت نايم، يعني هتقلب ازاي وانا لابس الحزام؟ طب اتفضل انا بتحرك. طيب حاضر. نايم في الاشاره؟ لا يا راجل، امال انت كنت بتعمل ايه؟ انت كنت نايم انت كمان. ايوه دي الاشاره بتاعتي انا زي عادي. الاشاره بتاعتك؟ ماشي يا سيدي، هبقى اجيب انا اشاره عندي في اوضه النوم وانام فيها براحتي. ما ينفعش تنام انت سايق. اتفضل يا بيه. حاضر. تتفرج عليا ليه كده؟ تتحرك. ما تحرك دماغك بره عشان اتحرك. دماغ مين؟ دماغك انت. خلصة خلطان. انا صبحت عليك يعني؟ مش صب عليك تاني. الله. مفيش ضمير. صباح الخير. صباح الخير. كل يسيب اللي في ايده ويركز معايا 5 لو سمحتوا. كل سنة وانتم طيبين يا موظفيني واخواتي يا اهل المعرض. قد اهديتموني حبكم واحببت فيكم العمل، الاخلاص، الحب، الضمير، الإنجاز. وكان هذا كله بسبب الإدارة. شيء معروف، لأن الإدارة عندي ليها أسلوب علمي اللي هو إيه؟ كلنا واحد. أنا وأنت مهندسين، محاسبين، فنيين التركيب، النجارين، الاستروجية، المنجدين، سواقين العربيات، كلنا واحد. فأنا بعمل بأسلوب فيها الخفية. سبب كلامي النهارده معاكم مش بس بمناسبة السنة الجديدة، لكن علشان النهارده زي ما احنا متعودين مع أول كل سنة بنصور الإعلان اللي احنا متعودين نصوره، علشان نفضل دايما على خريطة الاحتكار. أكشن! ستوب! في إيه؟ عايز أروح الحمام. ما تروح الحمام بتقول ستوب ليه؟ يعني عشان مفيش أي لقطة تفضل. خليك مستوب. في بص، اباجوره فوق، تراك باك، بان. اكشن! ستوب! باشمهندس رؤوف وصل. محدش يقول ستوب غيري. خلاص يا عم، محدش يقول ستوب غيرك. يلا اكشن!
واقفين ورا. ناس مين؟ احنا ما عندناش مودلز. وانا مش عايز مودلز. انت بتزعل ايه؟ مين قالك ان انا عايز مودلز؟ مودلز بيبان عليهم ان هم بيمثلوا. انا بتكلم عن الناس هنا بتوع المعرض. والناس دي بتعرف تمثل؟ لا، وهو ده المطلوب. انا مش عايز حد يمثل. بقول لك ايه، خلاص سيب لي انا اللقطه دي، انا هخرجها. هتخرجها؟ يعني عايز تقول اكشن مصطفى؟ مش هو ده الاخراج؟ طبعا. والناس دي هتقول ايه؟ ايوه كده انا بس يا سيدي نشاط هو سر النشاط هو سر نجاحنا. النشاط هو سر نجاحنا. اشتغل 365 يوم في السنه. احنا بنشتغل 365 يوم في السنه، واصعب يوم في السنه عندنا هو يوم الاجازه. وكمان عايز مروحه، في مروحه هنا عشان شعرهم يطيروا وهم التفاني في العمل هو سر تقدمنا. التفاني في العمل هو سر تقدمنا. شغلي في المعرض هو الفرصه اللي كنت بحلم بيها طول حياتي، والفرصه اللي بيحلم بيها اي شاب في سني. كل واحد هنا شغال في مكانه، عشان كده بنقدر نطلع احسن ما عندنا ونعيد اكتشاف نفسنا. عشان انتوا تناموا. يا رؤوف، ايه يا حبيبي انت الحته دي انت نمت فين؟ نمت لي ساعتين كده في الاشاره. رحت البنك؟ ايوه طبعا رحت. انت فين بقى دلوقتي؟ انا في البيت. مش سامع صوت بيت يعني حواليك. حاضر يا حبيبي، هصور لك نفسي على طول دلوقتي. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. يا حسين، ده بتاع ايه؟ 6 اكتوبر. ماشي؟ في حاجه تانية يا حسين اسمع؟ الموظفين واقفين بره. ايه عايزين ايه؟ انا داخل اخد دش. عندهم شويه مطالب عاوزين يعرضوها عليك. طب هتقولي على الدش. لا على باخد دش. ماشي؟ مع السلامه. ايوه سعادتك. ايوه شكرا يا باشمهندس. شكرا يا جماعه، شكرا الله ينعمكم كلكم. استاذ حسين كان بيقول ان انتوا ليكوا طلبات خير، عايزين ايه؟ باشا عشان بتعملوا ايه على زمايلي يا صالح؟ الزباله كانت هنا، راحت فين؟ يبقى اعلى واحلى بكتير. هو فعلا هيبقى اعلى قوي. واضح ان الخبره فعلا يا بلد في السراير، بس انا شايف خليكي في مكانك احسن. ماشي؟ اوكي، مين تاني؟ حضرتك انا يعني كنت نفسي حضرتك توديني قسم الدواليب مع ميرفت، عشان انا حاسس ان احنا ممكن نعمل حاجه حلوه مع بعض واقدر اثبت نفسي اكتر. حاجه حلوه. اسف، حاجه دخلت في بوقي. لا معلش. ليه عكاش عايز تروح قسم اللي اسمه حضرتك يمكن ما فهمتنيش. انا عايز اروح قسم الدواليب والسراير الاثنين مع بعض، يعني عشان انا حضرتك بحب الشغل قوي. عايز تعمل شغل في الاثنين، يعني على السراير وجوه الدواليب عندي. اساس ان انا ايه؟ لا خليك مكانك. ولادي يا باشمهندس، يعني انا عندي مشكله معاهم، انا ما بعرفش. كنت بستاذن حضرتك لو ينفع يعني اجيبهم معايا المعرض جمعه وسبت ولا ايه؟ مين عايز يقول ايه تاني؟ انا حضرتك كنت عايز زياده في المرتب. بس يا عيل. انا عيل قلبك ده قلب عيل يا محمود. عايز تزيد ليه يا اخي؟ مش لازم تغير العربيه. عربيه؟ سعادتك انا ما عنديش عربيه، ده انا بحلم اجيب عجله للعيال. بقول لكم ايه يا جماعه؟ لا انتوا كده والله ما تحسسنيش ان انا دلعتكم زياده. لا مش عشان يعني طلعتوا في الاعلان وكل واحد عمل له لقطه منظر كده خلاص بقى نجم. لا، ده انا اتعلمت الاخراج. ده انا اشيل كل لقطات مناظركم دي في الدوبلاج والله عشان احميكم من نفسكم من الغرور. تمام؟ مبسوطين؟ مين بقى عايز الشغل يوم الجمعه الجايه؟ انا. مش انت نزلت الجمعه اللي فاتت؟ مش حضرتك بتقول مين هيجي الجمعه اللي فاتت؟ لو سمحت ابقى افكر 5 ثواني قبل ما ترد. 5 ثواني. جاموسه بتشرب ايه؟ لبن. الله عليك، انت محتاج شهر تفكر قبلها. جاموسه بتشرب لبن. ميه. جاموسه بتشرب ميه. احنا يا حبيبي اللي بنشرب لبن. بفكر 5 ثواني. حاضر. ماشي، تعالى بقى يوم الجمعه اللي جاي. حاضر. يلا. اوكي. اتفضلوا. ماشي. اتفضلوا. فعلا الريس، ايه الاداره دي؟
قمر. 6. عارف لو في يوم لقيت شراب من شراباتي ولا جزمة من جزمي عندك هعمل فيك ايه؟ هحلق لك ملط واخرجك من هنا للبداية. ماشي؟ سلام. جود بوي جود بوي. اخبار الشغل ايه يا رؤوف؟ والله صح، نفسي الاقي موظف يجتمع فيه 3 حاجات مش عايزهم. يبقى امين وشاطر ومش طماع. والله عارفه تلاقي الشاطر فيهم يا حرام يا طماع، والامين يبقى بلطه في شغله. والتالت؟ يعني على اعتبار ما يكون يعني. طب مش يمكن عايزين يريحوا؟ ما يريحوش ان شاء الله ما يريحوا. على ده كله على رايك؟ ده ايه؟ مش انا اخرجت اعلان النهارده؟ صحيح وطلع حلو طبعا يا حبيبي، طول عمرك بتعرف تعمل كل حاجه. هي دي حاجه بسيطه. سلام. انا رأي شادية لما قالت حاجه بسيطه الدنيا بقى لها طعم جديد. هي كانت شادية ولا ورده؟ والله ما انا فاكره. قول يا رفعت، اخبار المدرسه ايه يا حبيبي؟ صحيح انا نسيت اقول لك، انا وانا راجعه من البنك عديت على المدرسه وادوني الورقه دي. ورقه ايه؟ ما توريني ورقه ايه؟ اهي. اوعي 48 من 50 في الماث؟ وديت الدرجتين دول فين؟ اديتهم لمين انت؟ اصل الامتحان جه مفاجئ. ايه يعني جه مفاجئ يعني؟ وانت فاكرها زياره حكوميه الوزير هيبلغوك بيها قبلها؟ ولا جه مفاجئ فاتخضيت يعني؟ مش فاهم. معلش يا رؤوف انت نفسك معلش. استني انت لو سمحت ثانيه واحده، ليه كده؟ 48 من 50 وابوك مهندس؟ بص انا من النهارده بقى هوريك الوش التاني. ايوه يا رفعت، انت بابا مدلعك قوي الوش الاولاني. عندك حق يا ماما، بستحق الوش التالت كمان. طب اتفضل يا حبيبي، اتفضل يا اخوي طالما انت فاهم قوي. والله يا رؤوف طول عمري وانا نفسي اعمل زيك. انت ما قلتليش ليه بقى انك عديتي عن ليه ما قلتليش؟ طبعا ما انت قاعده تتفسحي. انا يا رؤوف هو انا لما اروح مدرسه ابنك ابقى بتفسح؟ طالما محتاجه تبقى بتتفسحي. قلتي لي ولا ما قلتليش؟ باذني ولا مش باذني؟ وطبعا تلاقيكي عايزه تلعبي في الحوش شويه. لعبتي ولا ما لعبتيش؟ انا دخلت من باب المدرسه على مكتب النصر على البيت عدل. انا ماليش دعوه بالكلام ده يا صاحبي، انا كل حاجه لازم اعرفها. دبه النمله اعرفها. حاضر يا حبيبي. الله انا مش هتطلع كده. ايه يا رؤوف تعالوا نشوف ايه؟ ابعد هي دي ميرسي؟ هي دي ثانكس اللي انت بتقولها لي؟ بتكسر بيت بابا يا رفعت؟ كل ده عشان زعلتلك؟ انا فعلا هوري لك الوش التالت. ايوه يا رؤوف لازم توريهوله. اتفضل قدامي على اوضتك. اتفضل. اتفضل يا استاذ. الفازه دي ترجع زي ما كانت بالظبط، تلزقها لي وترجعها لي زي ما كانت. ازاي؟ معرفش، لتفافه ببيبي، المهم انها ترجع زي ما كانت. لا مش زي ما كانت، انا عايزها اكبر. طب يا رؤوف دي فازه. دي فازه؟ لا معرفش هي ايه دي. ما اقصدش، مش حكايه فازه. هو كويس الحمد لله انه كويس يعني، انا بتكلم على انه اللي غلط يصلح غلطته. ايوه صح. وانت فاهم بتعملي ايه؟ اتفضلي اسمعيني على الاوضه، انت دورك جاي. وعشان تبقى عارف الوش التالت بقى، من النهارده مفيش شطرنج، ماشي؟ القنوات الثقافيه والتعليميه مش هتتفرج عليها، مفيش ندوات، مفيش امسيات شعريه، واللابتوب اللي انت قاعد ترسم عليه النهار ده هاخده، يبقى ارسم بقى على الحيطه زي بقيه الشعب، ماشي؟ مش احنا كنا رايحين الاوبرا نتفرج على كسرة البوردة؟ مفيش، اتفرج بقى على كسرة الفازة. اوكي؟ واحد كتاب البحتوري ده. حاجة كتاب البحتوري؟ طب سيب لي كتاب البحتوري اكمل قرايتي. تكمل قرايته؟ كنت قريته، ما قريتش منه الا 200 صفحة، ومعاك ده بقاله يومين ولا مش معاك بقاله يومين؟ طب ثانية. نعم.
أنا كنت بخبي منك كتاب ابن خلدون. اتفضل يا بابا. اتفضل ايه؟ يا بابا. يا بابي؟ اسمها يا بابا، كبرت انت على بابي دي. قلت لك 100 مرة بينامي بشراب. حاضر. وبعدين ابقي شوفي ملاية واسعة غير الملاية المحزقة اللي انت نايمة بيها دي. انا جايب لك ملايتين واسعين. بيتغسلوا. ماليش دعوة. رؤوف، بقول لك ايه؟ خلاص بقى ما تزعلش مني، وانا والله مش هخرج تاني ولا مرة من غير اذنك. خلاص بقى، على رأي بنتي مصطفى لما قالت الصلح خير قوم للصالح وصالح مراتك. فاكر لطيفة لما قالت اديني فرصة تانية اثبت لك بيها حبي عشان تعرف مشاعري وقيمتك جوه قلبي. انت يعني جبتي لي اسمين انت عارفه كويس قوي ان انا ما بقدرش اتكلم وبضعف قدامك، ناديه ولطيفه. انا عارفه عشان كده. ماشي يا ساره خلاص مفيش حاجه. حبيبي يا رؤوف، البلوزه اللي بحبها لونها تحفه. وبلتات تموت انت بالاوبليتات. بتحرضك. انا كان عليا اكتبهم لك زي الشروط. ايوه دول حلوين عليا قوي. حبيبي تعيش في الجبل. ايه ده؟ انت مش لابسه بلتات؟ يوه نسيتهم. طب خلاص مش كده عشان تعرفي تنامي. تصبح على خير. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ كنت عايزه اوريك حاجه. حاجه ايه؟ ايه ده ديزاين يعني كنت عاملاه قسم جديد للاطفال، سراير ومكاتب واوض وكده، وقلت نعمل يعني قسم كده بلاي جراوند ونعمله في المعرض عندك وانا بمسكه. على جثتي مفيش شغل. ليه يا رب؟ ليه كده؟ ده من يوم ما اتخرجت وانا قاعده في البيت محبوس ومعزولين عن العالم، ولا لينا اصحاب ولا حد بيزورنا ولا بنزور حد، حتى رفعت كبر خلاص. بقول لك ايه؟ مفيش شغل، وعايزك تفهمي حاجه كويس قوي، البعد عن الناس غنيمه، فاهمه؟ الناس تهاب الرجل حتى يتحدث. كده انا هنام. ايه في ايه؟ مالك بتهوى كده ليه؟ تستكلبليش فيها بقى وتقعد تعملي كده. ايه ده؟ ايه الدم ده؟ روسي خلاص جيب دكتور منين دلوقتي؟ طب خليك كده هجيب لك الدكتور. مين؟ ايه اللي جابني؟ انا مين؟ لو سمحت يا استاذ انت يا استاذ. طب انت يا استاذ التاني اللي هناك يا استاذ. محدش بيرد عليا ليه؟
السلامة. انت سامعني؟ انت سامعني؟ انت شايفني؟ انت اللي شايفني. ايوه يا سيدي، امال انا بكلم نفسي. بجد بجد سامعني وشايفني؟ ايوه اخلص، شايفك وسامعك. ايه انا كنت خلاص فقدت الامل اللي قبل اي انسان اتكلم معاه. ليه هو انت ما حدش شايفك وسامعك زيي؟ ايوه، من ساعه ما فرقت في الحياه وانا كده. يعني ايه فرقت الحياه؟ مش فاهم، يعني ايه قفشت ومشيت ولا ايه؟ لا، فرقت في الحياه. انت ميت؟ ايوه، واكيد انت كمان ميت، مش كده؟ لا انا مش ميت، انا عايش. ولما انت عايش محدش شايفك وسامعك ليه؟ انت اهو انت مش سامعني وشايفني، انت لسه قايل كده دلوقتي؟ ايوه، عشان انا وانت فريقنا الحياه خلاص. يا سيدي لا، انا عايش. فريق انت فريق حياه ماشي، انا ما فرقتش حاجه. لا فريق في الحياه. اهلا بيك يا فارق. يا ميت، اوعى ايدك دي، انت اكيد بتخرف. طب بس من غير عصبيه، من غير عصبيه. تعالى معايا وانا اثبت لك انك ميت وفريق في الحياه. تعالى معايا يا حبيبي. يا حبيبي انا مصدقك. تعالى معايا، تعالى اوعى ايدك، تعالى معايا، تعالى انا هسيبك. ايه؟ اتاكدت؟ اتاكدت من ايه؟ انت جايبني تتفرجني على واحد بيحلق؟ يا عم بص، انت مالك ومال اللي بيحلق؟ بص. ازاي؟ انا مش باين. ايوه، وهما باينين، وانت مش باين برضه. ايوه. انا مش باين. انا ليه ما اعرفش. انا كل اللي اعرفه ان انا سالت نفسي كل الاسئله دي ما لقيتلهاش اجابه. انت بقى احمد ربنا انك لقيت حد تساله. هو انت كنت جاوبت على حاجه؟ يا فينك يا راجل من زمان؟ فينك ايه يا راجل انت؟ هو انا كنت بديك ميعاد وجيت لك متاخر؟ ايه اللي فينك ايه؟ انا مش موجود اصلا يا حبيبي. حبيبك ايه؟ اوعى انت الاخر. حبيبك ايه؟ حبيبي الله. صحيح انت اسمك ايه يا ابني؟ هو انا عيب تاني تقول لي اسمك ايه؟ ما قلت لك مش فاكر حاجه خالص. طب ايه على فكره انا كنت زيك كده، ولما جيت عرفت. انا اسمي نوح، معاك المستشار نوح مصر الدين كظله محمد عبد العزيز مصطفى شوكة الكل. انت يعني بتعايرني عشان مش فاكر اسمي؟ ما تقول نوح وخلاص. بقول لك ايه؟ انا بقول لك على اليافطه اللي كانت محطوطه على باب شقتي. يافطه؟ ايوه، انت قلت لي يافطه معاك. يا اخي اضحك بقى اهدى يا ساتر. طب وبعدين احنا هنفضل يعني مقضينا ماشي كده؟ انا من ساعه ما قابلتك وانت ماشيين، احنا مش المفروض طب نطير نخش في حيطان نعمل زي ما بيعملوا؟ لا الكلام ده في القصص والحواديت والاساطير وبس. يعني كمان ما بنطرش. انت هتزعل وتفرج الناس وتلمهم علينا. لا سيب واحد عليك واحد. وفي حد ممكن يشوفنا مفهوم بقى. الله، هو صحيح ما بنطرش، بس ممكن نعمل حاجات ثانيه كتير. حاجات ايه؟ احنا نقدر نعمل حاجه؟ وساكت من الصبح. حاجه ايه اللي نقدر نعملها؟ حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ تعالى معايا. يعني انت موقفنا بقالنا ساعه باصين لفوق، ما تقول لي بقى احنا نقدر نعمل ايه؟ اسكت، هتشوف. طب انت يعني مستني حد ينزل لك من فوق؟ اسكت. حرام. ايه؟ بص ايه؟ ننفخ؟ ايوه. يعني انت موقفنا كده بقالك ساعه علشان في الاخر تفرجني وانت بتنفخ البتاع دي؟ ايوه. طب بذمتك ده مش نفخ؟ نفخ. استغفر الله العظيم. يعني يا رب يوم ما قابل واحد ميت يبقى ده.
ده دراسه بقى. ايه؟ بص. مين ده؟ مين ده؟ انت مالك بقالك 30 سنه ولا ايه؟ ده احمد السقا. خارج يلعب رياضه في الشارع. احمد السقا الممثل الشهير. بص بيعمل ايه؟ بص بيعمل ايه؟ ايه يا حسن مخرج جه يا ريس. اسمه ايه؟ اسمه غريب قوي. اسمه ايه؟ اسمه تيمور. كويس ان الفرنس كله بيتعسل. انا عايز اخلص اليوم على اخري. يلا على ايه؟ اصحى معايا. يلا بينا. تعال هات ايدك دي عشان تبقى تعرف تفتح لي الباب. ها؟ ايوه يلا يا استاذ فيصل. اكشن لا مش طايق نفسه. ايه ده؟ شفت طب السيجاره في ايده بقى ازاي؟ شفت عمل ايه هنا وطلع ونزل ازاي؟ وأي قرد يعمل كده؟ تعرف تفتح لي الباب عشان تبقى تعرف تفتح الباب. يلا سقا جاهزين؟ اوعى ايدك دي. جاهزين يا سقا يلا تعال. ايه؟ يلا بينا عشان نلحق المترو. ثانية واحدة، مترو ايه دلوقتي؟ مترو ايه والساعة موجودة؟ وبعدين أنا أصلي عايز أتأكد من حاجة كده شغلة مصر كلها. ايه؟ عايز أتأكد إذا كان أحمد السقا بيقدر. يبقى مش هو اللي هينط يا سيدي. قوم يا حبوب. إيه؟ مش هو اللي هينط؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني كان بيضحك علينا في كل الأفلام اللي فاتت دي؟ خناقة؟ يا أستاذ أنا عايز أسأل سؤال بعد إذنك. اتفضل. أما كان حضرتك تبص لي، أنا قاعد جنبك كيس جوافة، يعني أنا لازمتي هيرو دبلير حمار. الفيلم نازل عيد يا سقا، لما ضيعت مني هعمل إيه أنا بعد كده؟ عمره نزل، يعني أنت خايف على العيد ومش خايف عليا ها؟ طب إيه رأيك بقى إن أنا اللي هنط؟ مش هتنط. أنا اللي هنط. لا مش هتنط يا سقا. هينط تسيبه ينط. أكشن. الحمد لله وش بقى. الحمد لله انا هنط. هيعيدها ولاد. لا مش حاسس ليه انا عايز احط وشه. لا بقول لك ايه ما تعصبنيش. هنط مش هنط يا سقا. هنط ما انت اسكتك يا سقا. ايه رايك بقى دي؟ هنط يا كده. اسود ده موت المخ. يستاهل هو مش عايز ينط. هو انت بقى نط يا عم. نط يا قلب دليل. انت مش عارف. نط يا لحس. اسميك ازل. ياسر. لا انا محصل ياسر ولا جاسر. لا طيب ما تنط يا علي ما سخن. ايوه علي قصير قوي يعني تيجي تبتدي يخلص بقى. رؤوف. قديم قوي رؤوف. ايه رؤوف؟ لا انت رؤوف. هو بالعافيه مش عايز انا يبقى اسمي رؤوف يا سيدي. انت رؤوف. بص انت رؤوف اهو. انا ده. ايوه انت ده موجود اهو. ودي كمان موجوده. والنضاره موجوده. بص انت رؤوف. وانا بعمل ايه هنا؟ انت متاكد ان ده مشي؟ انا بعمل ايه هنا يا نور؟ ايه ده؟ كان معرض. ده غالي. كنت غالي. خسرني نط يا اخي. تعالى بس. انت تعالى بس يمكن تفتكر حاجه. قول لي مش فاكر الراجل ابو جلابيه ده؟ اكيد النجار، بس واضح ان الدولاب ده عليه طلب جامد. عارف ايه ده هو؟ ايه؟ دولابين ب 20 جنيه؟ بس انا كنت رخيص قوي. ايه ده مصري؟ عايز يخلصني. مين كليوباترا والمصري دول؟ البرود. طعميه طلع كمان 5 دقايق. طعميه؟ انا هعمل المعرض ده كله عشان ابيع طعميه؟ لا مسكوت بالعجل. منك لله رؤوف. ليه؟ بقول لك ايه يا محمود، عايزه 2 حلاوه بلاش عشان على الاكل اللي وقعوا من طولهم من كتر الجوع. بسرعه بقى. منك لله يا رؤوف. لا ليه؟ انا مالي انا حاول قشطه. انا عملت لها ايه دي؟ تعالى. لا معاكس. منك لله يا رؤوف. الله. طب ده هو اللي لعبها ولعبه وحشه. انا مالي تشتمني وتف عليا ليه مين دي؟ فكر قبل ما تلعب. فكرت جوهر. فكر الاول. يا لهوي انا اسفه ما كانش قصدي. خايف تحش في الخشب. انت ازاي بتضرب ليه كده؟ انا كنت قلت لك كذا مره وكرر ما تضربيني يا زوجة صغيره كده. استغفر الله العظيم. خير اللهم اجعله خير. منك لله. ماليش رؤوف. ايوه بس خلاص تحافظ. اي حد يقول لك لا يبقى رؤوف على طول. يا ريت شغل الموظفين بتوعك. ده تعريض.
ده اكيد بيعرضه، مش مستحيل يكون ده مغرضي. لا معلش معرضه. ده ايوه موجود اهو، يا ما كنت هتلك. ايه في المزيكا اللي انت مشغلها دي؟ وشغل القران بسرعه. ده تليفون من بيت المهندس رؤوف. الو. ايوه ست عاطف، عايزه 30 كرسي حالا؟ ايه؟ ابعت 30 كرسي في بيت المهندس رؤوف، مراته عايزاه. يا مراتك تخينه قوي لدرجه انها بتقعد على 30 كرسي. هو قال مراته انا متجوز. ايوه واسمها عواطف. يعني انت اللي اسمك تامر؟ انا متجوز؟ شكلنا كده وصلت. يلا مشتاق جدا اشوف عواطف. عواطف ايه؟ عواطف مراتي، انت نسيت ولا ايه؟ طيب. الكراسي وصلت يا ست عواطف. وصلت؟ فين؟ نحطهم فين يا عواطف؟ عواطف وانا اللي زعلان ان انا وانت؟ دي مراتي؟ ده انت اللي مراتها. درجه مين منك؟ اقول لك حطهم في الجنينه يا استاذ فتحي. حاضر يا عواطف. هو السواق ليه بيقول لمراتي يا عواطف حاف كده؟ اكيد حكايه فيها عواطف. يا ريت. ايه؟ يا ريت، انا ما عنديش مانع. ياخدها. تعال. ايه؟ افتكرت حاجه؟ لا. ما هو يعني كل ده بيتي بس. لا يعني كل ده بيتي كبير قوي. كان خلاص. بقول لك ايه؟ اطلع انت استكشف فوق وسيبني انا بقى براحتي استكشف تحت. ايه الكلام دي؟ لا يكون حد خلع راسه. البيوت ليها حرمه، لو انا ما شفتش اي حرمه هنا لغايه دلوقتي. خلاص بقى ما تفكرنيش. اوبا جانجنام ستايل. جانجنام ستايل. اسمها صح. وعرفت منين؟ عواطف مراتي جت من شويه وقالت لها يا صح. ارقص لو تحب. يا سحر شوف. سحر شوف يا جدع. الاستاذ حسين مش بقى انا حاجه الشقه انت ما فيش حاجه. مش فاهم حاجه. يعني انا الجواز ده؟ لا يا اخي، بس الراجل ده كويس، هو الوحيد اللي ما قالش عليه كلمه وحشه. تفتكر؟ طبعا. والله يبين عليه فعلا كده. انا ظلمت باين، انا بعد الظلم اسم. حوشها لك في بق من 10 سنين. روح إلهي يكحمك دنيا وآخرة بعيد. انت بتضحك يا روح؟ انت فرحان فيا؟ يا اخي امين شايلها لك بقاله 10 سنين. عشان عارف مراتك نازله؟ كانت مراتي. اشمعنى كان معرضك كان بيتك وكانت مراتي؟ لاني فضلت مع عواطف. البقاء لله تعالى. شد حيلك. متشكرة يا عم حسين. اتفضل. والله فرحنا يا هانم، فرحنا. مهلا يا محي. مين محي؟ انا مش محي. انا بقول محي. خلاص انت مش فاهم محي. طيب اتفضل تعال نشوف
محتاجه فلوس. انسي، قصدي يعني ما ينفعش يا مدام، اقصد يعني مفيش ازاي؟ المهندس رؤوف هو اللي كان بيمضي على كل حاجه. الحمد لله. يعني ما ينفعش تسحبوا ولا مليم الا لما يطلع له شهاده وفاه، وشهاده الوفاه مش هتطلع الا لما يلاقوا جثته. فاستني بقى لما يلاقوا جثته. ايه؟ ملوش جثتي؟ يبقى مراتك قتلتك ودفنتك في الجنينه. لا مش ممكن. لا ممكن دي. خلاص. في حاجه يا مدام، سكت ليه؟ اصل انا كنت عامله العزا النهارده. لا الغي، الناس ما بتبطلش كلام. لا يا راجل. مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، انا كنت محتاجه فلوس ضروري. احنا اللي مش عارفين نعمل ايه. احنا كنا داخلين منصه واد نوم بملايين. متاكد قوي. ايوه يا رفعت، انا جايه يا حبيبي. اهو ابني، انا عندي رفعت يا روح. استنى يا ابو رفعت. يعني انا فعلا لازم استنى الجثه. رفعت ابني. يا حبيبي يا ابني، للدرجات دي بتحب ابوك ومش قادر تنساه. معلق صورتي على سريرك فوق دماغك، فوق صورة اينشتاين. بتحبني اكتر من اينشتاين يا حبيبي يا ابني. يا روح اتاكدت ابني اهو. بص معلق صورتي ازاي. بص طفل جواه نظراتك الأرمرة اللي زي القمر. خلاص يا عم خلاص، انت شايف داخل بنص كمان وازازتين بيها. ما جايز اخوها. استنى فاهم. اوعى ايدك. مساء الخير. سلام. مدام صح مش كده؟ ايوه. ازاي حياتك؟ حياتك الباقي. مين ده؟ انا صديق قوي. طب يا عم ده صاحبي يا عم، انا اللي كنت فاكره اخوه. اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل. انت يا روح ده انت شكاك. قعدت تقولي هنا الشيطان محترف. تعالى نخش. صاحبك جوه وجوزنا بره. تعال بص اهو. ايه عادي خالص، ناس قاعده عادي وناس في منتهى الاحترام والادب. وعلى فكره انا مراتي اللي انا مش فاكرها دي اثق فيها ثقه عمياء، وصاحبي اللي انا ما اعرفوش ده اثق فيه ثقتين عمياءين. شفت ايه؟ طب كويس انك ما شفتش. شفت بتخوني ازاي؟ ايه؟ شفت ما بتخونيش ازاي؟ قاعد عادي والراجل قاعد عادي يا عم بدل العصبية بالتفريق ده، خلي الموبايل بتاعها ليه؟ يا عم لا، ما تبقاش ظنان تلاقيه بس بيحول لها رصيد ولا حاجه. الست ظروفها وحشه برضه، ما انا ميت دلوقتي. خلصوا قعدتهم وخد الواجب ومشي. تعال الو. صح. ايه في مليون صحة في البلد يا هسيب نمرة اخوها. تمام. لا معاك يا صاحبي. تمام. اوكي. تعريض في المعرض وتعريض في البيت. وادي معرضه وابني معرض. انا خايف اكون انا كمان كنت معرض. ده انتوا كده عيلة المعرضين كلكم. انت خايف من ايه؟ هو كان مش شايفها؟ بس اعرف اكيد الكلب ده كلبك. على اساس ايه يعني؟ شبهي يعني؟ ولا شايف وداني مطرطعه ونازله كده زيه وعندي شعر؟ لا اصل داخل علينا داخل بعرض كبير كده. صح؟ بقول لك ايه؟ انا شاكك ان الكلب ده شايفنا. اشمعنى يعني؟ اصل هو معدي بص لي كده بطرف عيني. فين ده؟ اهو ايه ده؟ شايفنا ولا مش شايفنا؟ ايه صحيح شايفنا. يبقى الكلب ده ميت زي. لا الكلب ده مش ميت، لان كان فيه في بقه شراب. الا بقى اذا كان الشراب ده ميت وده شبح الشراب. صح. الكلب ده شايفنا واحنا شايفينه. بقينا 3 يا نوح. لا 4 بقى. اعمل حساب الشراب. بس الشراب ميت من الريحه يا صاحبي. انا عايز امشي من هنا.
عارف انا لما فرقت الحياه اول حاجه عملتها ايه؟ بعدت عن اي حاجه لها علاقه بحياتي. اكيد عشان ما تشوفش اللي انا شفته. انا ما كانش عندي حاجه اشوفها بعد ما مت؟ وانت مت ما فرقتش الحياه؟ رؤوف انا عاوزك تنسى اي حاجه وحشه شفتها. صح معاك حق. المفروض بقى التفت لمستقبلي كشمعة. يا روح انا ناسي اصلا كل حاجه واي حاجه. انا مش فاكر اذا كنت بحب مراتي ولا ما بحبهاش. كويس انك مش فاكر ان انا كنت هتتضايق اكتر. كويس انك ميت. سلام شوف الكلام. درر كلامك كله تفاؤل. حد يقول لحد كده كويس انك ميت. بس كان نفسي اعرف هما بيكرهوني كده ليه؟ انا عملت لهم ايه؟ بجد هموت واعرف. تموت تاني؟ ما انت اصلا ميت. صح. مش كفايه ان انا ميت؟ لا ومتضايق. ميت متضايق. ميت متضايق. وعلى ايه؟ يعني انا ابقى ميت ومتضايق وهم عايشين ومبسوطين؟ طب وانا مضايق نفسي ليه؟ ليه مضايق نفسي؟ ما يولعوا الجاز. بقول لك يا نوح، انا النهارده عايز اتبسط. انا عايز اتبسط. يلا نتبسط يا نوح. اخيرا نطقتها. تعالى لي بقى انا هوريك اللي عمرك ما شفته بذمتك ودي. ايوه. طب يلا نتبسط. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وهذه هي نشرة الأخبار. نبدأ بالعناوين. هو ده اللي أنا عمري ما شفته. ايه رأيك؟ تطلع في التلفزيون في أي وقت. ويوم ما تطلع البنت تطلع في النشرة. طب اطلع مع منى الشاذلي حتى. انت واد لمس. انا خلاص فهمتك. الموضوع مش موضوع قطر ولا اتوبيس يا ريس، المسألة مسألة نظام. موجود يا ريس. شكرا. كده فهمتني؟ وانت مش مبسوط ولا ايه؟ ازاي؟ لا ازاي؟ طلع جاي بقى هتودينا فين؟ وزارة التخطيط؟ بقول لك عايز اتبسط، تجيبني مجلس الشعب. هو ده قمة المرح بالنسبة لك؟ هو انت بتقدر تخش وانت عايش؟ ومين قال لك ان انا عايز اخشه حتى وانا ميت؟ هو المجلس هيبقى مكتوب علينا دنيا واخره؟ عمرك توقعت انك تتفرج على الماتش من هنا؟ هو في حد اصلا يعرف يوصل لهنا؟ فالعادي اي حد يقدر ينزل هنا. لا ده الشعب كله نزل هنا. ما تخافش. ما تخافش. تعالى. مش فاهم انت جايبني هنا ليه؟ انت عمرك كنت تحلم ان انت تخش مكتب رئيس الجمهوريه؟ بصراحه لا. طب خلاص، شفت بقى انا بجيبك فين؟ عشان تبقى فاهم الفرق بين الحته اللي مش يا نهار اسود قليل. قوم انت هتقعد. انت عاوز حد يشوفنا ويودونا في داهيه؟ حد يشوفنا؟ انت مش قلت لي مفيش حد يقدر يشوفنا؟ هنا بالذات ممكن يشوفونا. قوم يا اخي خضتني. بس روح. ايه؟ امشي واقف هناك. امشي. امشي. صحيح الكرسي بيغير. طبعا غيرت. شايف انا اتغيرت ازاي؟ تغيير، كل التغيير ده. طب بقول لك ايه؟ نعم. قعدنا شويه. شاطر. عايز تتغير؟ طب تعالى بس بقى على طول بسرعه عشان انا عايز اتغير اكتر، عشان انا لسه ما اتغيرتش قوي يعني. ها اتغيرت؟ بتغير اهو. بتغير. امشي من هنا. شوف تمام اتغيرت صح. قوم ليه؟ سيد رئيس الجمهورية. ارجع نوح. بابا حبيبي. ماشي على الكلب. ليه كده يا حبيبي؟
حبيبك وانت دايره على حل شعرك. امال انا هو في ايه؟ انا تعرف انت كنت بتعملي ايه وانا مرمي هنا في المستشفى؟ تفتكر كنت بعمل ايه يا رؤوف؟ انا بسالك بتعملي ايه؟ انت بتشك فيا؟ بشك فيك. حس عليك يا رؤوف، كتر خيرك. انا كنت هموت من القلق عليك. الله يسامحك، انا هروح اجيب لك نضارتك وشويه غيرات من البيت. مش من البيت لما اقول لك، فاهمه؟ الحاجه دي تبعتيها مع السواق وانت تقعد تذاكر. يلا امشي. الحمد لله على سلامتك يا باشمهندس مدين. الله يسلمك. دكتور من فضلك، كنت عايزه اطمن على رؤوف، هو حالته عامله ايه دلوقتي؟ هو مفيش اي حاجه، هو بس عشان قعد تحت الميه فتره طويله مخه ما كانش بيوصل له الاكسجين، فممكن يكون حصل له شويه ضرر هيظهر له مع مرور الوقت. احنا في الفتره دي هنحط له ملاحظه لغايه لما نتاكد ان مفيش اي مضاعفات حصلت له، ويا ريت يرتاح، يبعد عن الانفعال، عن التوتر، عن اي حاجه تضايقه، اوكي؟ ويا ريت لو حد يبقى يعدي على الحسابات. احنا والله افتكرناك ان انت مت يعني. يا بنت في حد يقول كده؟ كلنا كنا بندعي لك يا باشمهندس وربنا استجاب. يعني الشغل ماشي كويس. انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس المناقصه رست علينا، بس كل حاجه واقفه، لان سعادتك اللي بتمضي على كل حاجه وتقول او لا. يا باشمهندس رؤوف، ربنا خلق لنا عينين في وشنا عشان نلاقي حد في ظهرنا ويأمننا. ماشي يا حسين، ماشي. خدوا بالكم من الشغل، كأني موجود. طبعا متقلقش، كأني موجود. طبعا خد انت بالك من صحتك. هو خلاص ماشي، امشوا. شكرا. ربنا يستر يا باشمهندس. لا اله الا الله. السلام عليكم. ربنا يخفف عليك ليلتك. شكرا حسين. موبايلك. لا يعني موبايلك يبقى خليه جنبك، ما تقفلوش. حاضر. لو عاوزت حاجه اكلمك. حاضر. هو ليه حضرتك عملت توكيل عام لصحرا هانم؟ بعدين برضو مهما كان يعني سحر مراتي واكيد هتخاف عليا. وماله يا سيدي، ربنا يروق البال ويصلح الاحوال. اقوم انا بقى عشان اروح المصنع. ماشي. مالك يا حسين؟ لا ابدا، هم دايما لما يجوا يقوموا يقولوا ها. ليه يا حسين في انت مش قلت ايه؟ ما تقوم بقى. انت ما قلتش ايه يا حسين؟
غريب حسين يقول هي ويقعد ويمشي من غير ما يقول هي. ماشي. تقلب الصفحة بقى، بقالك ساعة بتقرا في صفحة الرياضة وشكلك مش رياضي ولا حاجة. يا نوح يا نوح يا نوح، تعالى بسرعة تعالى. رحت فين يا عم؟ أنا طلعت عايش يا نوح، طلعت عايش وفي غيبوبة. عايش وفي غيبوبة؟ استنى بس، اللي أنت بتقوله ده صح. أنا متأكد. تعالى هوريك أنت متصور كده ليه؟ أنا عايز. استنى بس، رايح فين؟ بس مد شوية. استنى بس. أنا أهو. أيوه صح. مش دي سحورة؟ ايوه، ما انا بعت لها مسج قبل ما اخش في غيبوبه فجت. ويا عم شعرها كده ليه؟ وايه اللبس الغريب اللي هي لابساه ده؟ ده العادي يعني. انت تقصد يعني عشان البنطلون المقطع لا ده كل ده مش حقيقي. ايه؟ كل ده تهيؤات، هي ما عملتش كده. زعلانه ازاي؟ صباح الخير يا مدام. صح. صباح النور يا دكتور. خير، ايه اللي حصل؟ للأسف رجع الغيبوبة تاني. ما كانش لازم ينفعل خالص. بعد إذنك. اتفضل يا دكتور. زعلانه، هيموت عليا بالزمن. هي كمان زعلانه قوي. الله يكون في عونها والله. كنتش عارف تستنى لحد لما تعتذر لي؟ غصب عني. حتى دي مستكترة عليا يا رؤوف. انت شايفه صح؟ مفيش فايدة فيك. خلاص بقى. انت ندهت لها ولا ايه؟ لا انا راجل ساكت، وحتى لو ندهت لها مش هتسمعني. شفت حنينه والله. وانا اتجوز اي حد. اكتب نفسك بيها دي لحد ما يتقطع ولا اعمل ايه؟ كل ده مش حقيقي. كل اللي انت شفته ده مش حقيقي. دي كلها تهيؤات زي ما قلت لك. يعني هي كانت بترقص ولا كانت لابسه مقطع؟ لا امشي. لا امشي. ما تشوفوش. لا شافته. هو ايه ده؟ شافته ومسكته وقريته. تعمل لها توكيل عام. كده بقى الله يرحمك حقيقي. ارجوك خدي بالك منه، ارجوكي. ما تقلقيش علينا في عينيا. يسلم عينيكي. بص المرة ده قلقان عليا ازاي؟ حزين ولا انا ايوه يا استاذ عكاشه. بقول لك ايه، الباشمهندس رؤوف رجعت له الغيبوبه تاني. ما تنساش حلاوتي بقى. حبيبتي. هي الناس دي فرحانه؟ حد سامعني؟ عم حسين من فضلك لو سامعني ممكن تطلع لي؟ ما انا موجود اهو. كويس يا حسين انك موجود. بقول لك ايه، انا عايزاك تفضي المكان هنا خالص كله. اصل انا هفتح هنا قسم جديد للاطفال. هنا ازاي؟ ده مكتب المهندس رؤوف. خلاص الكلام ده يتلغي. انا معايا توكيل عام من رؤوف. الخروف. توكيل عام من مين؟ المهندس رؤوف. الخروف. بالظبط كده. يا حبيبي رؤوف. ابتديتيها بدري قوي صح؟ كمان هبله. الله. ايوه انا عامل لها التوكيل بصفتها الزوجه، فلما طلقها يبقى التوكيل باطل. وجعل امثالك بالقانون هو اللي مودي البلد دي في داهيه. انا؟ طبعا انت. لا هي رايحه في داهيه من قبلي. اسمع المستشار هيقول لك ايه. اوكي. رايح فين انت؟ ايه؟ طب خلاص تعال. أول حاجة تعملها تبعت لها إنذار على يد محضر بإيقاف التعامل على التوكيل رقم 1 384008. إيه ده أنت حفظت رقمه؟ يا أخي لمحته كده سريعا. المهم بس خليها
هذا التوكيل الصادر من شهر عقار الجيزة لصالح السحر إبراهيم متولي الباسوسي قد تم إلغاؤه من قبل رؤوف عبد الحميد ولا يجوز استخدامه نهائيا. لمحته سريعا؟ ده مش باين تكون انت اللي عامله. بس لقيتها. انا اول ما اقوم الغيبوبه اروح الغي التوكيل ده يا عم. يا عم بتقولي يا عم ايه؟ ما هي لازم توافق، لازم تروح كمان معاك عشان تلغيه يا عم. بص كده يا جدع، باين اللي بابا اللي ماضيها ولا شكلها غريب. وريني كده حبيبي. زي الفل، 100 100. ايديك تتلف في حرير. هو بيديك حقن شويه قبل ما هو يفوق. لا يا رفعت يا حبيبي ما تقولش كده. قصيرة ان شاء الله مش هيفوق، مش هيفوق. انت حاطط ميكي في البحتري ده؟ انا هبحتر كرامتك بس لما فوق. ايوه صح. بصي في صورتي كويس وحسي بالذنب. افتكري الايام اللي كانت بينا يا سحر. الشهر ده بيبدأ. بصي كويس وفوقي يلا فوقي. انت كل ده بتبص في المرايه مش بص على صورتي؟ وكل اللي انت عاملاه ده مش مضايقك؟ والشعريه البيضه دي هي اللي منكده عليك عيشتك؟ ايه؟ الو. اهلا ازيك؟ كويس الحمد لله. طيب اوكي. سي يو. ده انا هسي ايام سودة. خد مرسي هلا. دي جزمتي دي ولا جزمتك؟ عامل جزمتي كوفية؟ نهار اسود. كلب كلكم ولاد كلب. شوف الكلبة دي رايحة فين؟ طيب افرضي الأوفات دلوقتي بقى وكلمك، هتعملي ايه؟ تكتب نفسه بالمخدة. عادي. طبعا عادي. هقول له ان انا في البيت وهبعت له صورتي فيه كمان. ازاي يعني؟ اصل انا كنت بصور نفسي في البيت بكذا بشارع، وكل مره كان بيكلمني فيها كنت ببعت له صوره. استني هوريكي. بصي دي مثلا لما كنت في النادي. استني هوريكي واحده تانيه. بصي بقى دي لما كنت مع هدى في السينما. استني هوريكي بقى واحده فظيعه. بصي دي بقى لما كان هو بايت في اسكندريه وانا كنت بايته عندك. يا صايعه. ده يبقى موقف خالص. يا ضايعه. فيها ايه يا اختي لما افك عن نفسي شويه انا واصحابي، على راي منى عبد الغني لما قالت يلا يا اصحاب بينا نسهر بينا نفرح. بس انتي ما بتحسيش بالذنب من ناحيته خالص؟ اظن دي بقى لا خالص. احس بالذنب ناحيته ده ايه؟ مش لما هو اصلا يحس بالذنب ناحيتي، ولما هو اصلا يحس بيا ان انا موجوده في حياته. سيبك انتي. اقول لك يا ناصر، انا عايزاك النهارده تغيرني خالص. عايزاك تعمل لي كده قصه شاكيرا. حتى قصه الاسد هتغيريها؟ انت وراكي حفله النهارده ولا ايه؟ لا طبعا. ده نقطع رقبتها. حفله ايه؟ اصل انا رايحه اقابل الراجل. اها. اقابل الراجل؟ عملت كتفك كده؟ طبعا يا سحر. ما انت قلعتي الوبلتات وفكيتي وفجرتي. مكان لطيف قوي. انا عارفاه، انا على طول رشقه هنا. امتى؟ تشربي ايه؟ شاي بلبن طبعا. بيره. بلبن ايه؟ بيره الهانم، وهات لي انا عصير برتقال. ما تسترجل، ده المدام طلبت بيره عشان السوق وكده. كويس. وعارفه تمشي الاعمال من غير رؤوف؟ مش عارفه خالص. رؤوف كان بيعمل كل حاجه بنفسه، مفيش قرش بيدخل ولا بيخرج الا بامضته، وعندنا تسليم شغل كبير قوي. خلي بالك لازم تسلمي في الميعاد، لان شغلتنا دي اهم حاجه هي السمعه. سمعة ايه بقى والمدام طلبت بيره؟ على العموم انا عايزك تعتبريني زي رؤوف بالظبط. لا طبعا. طبعا. عموما برضه انا هحاول تاني في الصفقه. بيني وبينك حرام، دي صفقه كبيره وفلوس كتيره قوي، انا اولى بيها. الجشع ده. طب وهتعملي ايه؟ انت بتقولي هو كان بيتحكم في كل حاجه.
ما رؤوف عمل لي توكيل. ما تفكرنيش. فكر كويس رؤوف، برافو عليك. ربنا يقومنا بالسلامه ان شاء الله. يا دي يا مؤمن. يا رب. يا بنت يا مؤمنه. انت كويسه؟ في حاجه؟ انا مش عارفه مالي، انا عايزه اروح. ليه ما بدري ما تقومي ترقصي شويه على الترابيزات؟ طب كملي بينا يمكن تحسن مودك. يمكن. واحد بيرة كمان يا ناجي. لا رشقه رشقه. ايه بالراحه شويه شويه بتشربي قصب. كراهي هرجع. سيصلك لحد بيتي بعربيته يا هانم. ايه ده؟ الله. ايه ده قفلت كمان. اكيد انت رخم. والله تعبانه يا خوفك لحد شيل ايدك دي. امشي. كلكم كدابين. كل سيب اللي في ايده وبص لي هنا. هي كلمة ومش هكررها تاني. اللي عاجبه يقعد يشتغل بطريقتي من غير ما اسمع منه ولا نفس يتفضل يقعد زي اي كرسي. واللي مش عاجبه يتفضل يغور في داهية. يعني سكتوا يعني. طبعا ما انتوا ما بتعرفوش تنطقوا الا وانا مش موجود. عايزين تقلبوها خرابه يا فوضويين يا حوش. استاذ رؤوف احنا مش بنكرهك لكن يعني اخلص خالص. انتوا فاكريني مش عارف انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا قلبنا هتكيه. انتوا في مكان محترم واي حد يتمنى يكون فيه. حضرتك برضه يعني لازم ترحمنا شويه. عشان ايه؟ عشان ايه؟ هو انا محمود عملنا ايه اصلا عشان كل ده يا مستر؟ عشان كدابين وطماعين. عشان كده مفيش حد فيكم يستاهل اني اثق فيه او حتى اديله ظهري. هو مش حضرتك شايفه في الكاميرات؟ هي كلمه ومش عايز اكررها. هتغوروا ولا هتقعدوا؟ لسه بتنكر وتكابر ان كل ده مش حقيقي يا رؤوف. انا مش عارف هما ليه بيعملوا كده. جايز من الخوف. خوف؟ خوف من ايه؟ مني انا يعني؟ وبعدين الخوف ده اصلا يخلي البني ادم ما يغلطش. يخاف يغلط مش يوم يغلط اكتر. لا طبعا. انا هقول لك تعلمهم الادب ازاي. دلوقتي كل اللي حواليك طلعوا بيكذبوا عليك، صح؟ صح. ولما واجهتهم كنت مش عارف تثبت عليهم حاجه، صح؟ صح. ومش هتعرف تثبت حاجه. مش فاهم يعني انت بتحفظني كلمه صح ولا ايه؟ اسمع يا جميل، انت جربت القوة والحزم معاهم، كانت النتيجة انهم بينوا لك اللي انت حابب تشوفه، فافتكرتهم بيحبوك. جرب انك تثق وتدي فرصة وتسامح. هيفتكروني ضعيف. وبعدين يا نوح انا مش عايز حد يحبني. انا عايزهم يشوفوا شغلهم بضمير بس. بسيطة. وليه ما يعملوش الاتنين؟ الاتنين يعملوا الاتنين مع بعض. انت مش من هنا ولا ايه؟ اسمع يا رؤوف، استنى هطلع لك بقى. ده يسافر. بالرغم من كل القوانين الجامدة اللي احنا اتعلمناها
طبقناها هنا في المحاكم، إلا إن دايما مصطلح حاجة اسمها روح القانون. لو أنت حكمت بالروح دي بس فممكن ما يبقاش حكمك للقانون عادل، ولو أنت حكمت بالقانون بس برضه ممكن ما يبقاش حكمك لروح القانون عادل. لازم تحكم بالاتنين، القانون وروحه، عشان احنا بشر ويحكمنا قانون. لا يا سيادة المستشار، جايز لو انت كنت قلت لي الكلام ده قبل اللي انا شفته واللي انت كمان شفته جايز يكون غيرت رأيي، انما دلوقتي انا شفت ضمير الناس. مهما كنت شفت عمرك ما هتعرف تشوف جوه الناس. ايه اللي جابك يا نوح؟ ما انا قايل لك عايز اقعد لوحدي. انا عارف الصنف اللي زيك لما يزنق يخلع على طول. اعترف انك غلط وحكمت عليها غلط. كان لازم تشوف الصورة كاملة عشان تحكم عليها حكم صح. على فكرة انا كنت عارف بس ما رضيتش اقول لك. عارف ليه؟ مش هتصدقني، لانك انت ما بتصدقش حد ولا بتثق في حد. خليك قاعد لوحدك بقى. انا جبت لك هديه. عجبتك؟ عجبتني. امال ليه يا حبيبي مش باين عليك انها عجبتك؟ اصل خايفه اكون بتمتحني افرح تضربني. لا يا حبيبي انا مش هضربك تاني ابدا. الا اذا غلطت يعني. لا مش هضربك تاني بجد. رفعت انا كنت صحيح عمال اقول لك انا عايزك تبقى راجل، عايزك تبقى راجل. بصراحه انا كنت غلطان. انت مش راجل يا رفعت. الله يسامحك. لا يا حبيبي مش قصدي. قصدي يعني ان انت لسه صغير، لسه عايز تلعب وعايز تجري مع اصحابك وعايز تنبسط، صح؟ عشان كده بقى انا من النهارده مش عايزين نبقى ايه عاملين زي ابن وابوه، عايزين نبقى عاملين زي ابن واحد صاحبه. يعني عايزين نبقى اصحاب انا وانت. ينفع نبقى اصحاب؟ يا ولد. ماما زعلانه مني يا حبيبي، زعلانه مني وانا عايز اصالحها. بقول لك ايه، ينفع تساعدني عشان اصالحها؟ فاروق راجل. راجل؟ عايز اعيش. طب بص،
انا هقولك على سر محدش يعرفه غيرك انت والكلب، ماشي؟ انا عايز اقول لكم وانا اولكم عشان انا ما طردتكوش من الاول خالص، بس انا قررت اديكوا فرصة تانية، جايز تتغيروا. عشان كده انا قررت شوية قرارات هقول لكم عليها. النهارده هيكون عندنا قسم الاطفال، هتمسكوا المهندسة سحر المدام، وانت يا نهير ممكن تبي تجيبي ولادك يعني في قسم الاطفال ده يلعبوا فيه. ويا ريت يا نهير ما تسيبيش الشغل، مش عشان انا محتاجك هنا في المعرض، انا اجيب 100 زيك، بس عشان ما تحوليش لكومودينو او كرسي في البيت. اما انت بقى يا استاذ محمود، فالحقيقه انت ما شاء الله تستاهل الحرق، بس انا مش هحرقك. انا للاسف هعلي مرتبك، شفت؟ مش عشان خاطرك، عشان خاطر ولادك. بس يا رب يكبر. وانت عم حسين خلاص كفايه نوم بقى، بتهيألي في المعرض، وروح نام في بيتكم وارتاح، ومعاشك محفوظ زي ما هو طبعا. وانت يا ميرفت خلاص من النهارده مفيش قسم سراير تاني، انا هنقلك قسم الدواليب، بس قسم الدواليب اللي في معرض القطامية لحد ما تتجوزي انت وعكاشة. وللأسف الشديد عكاشة هيبقى مدير المعرض، بس عارف قال لي كده انا بقى عملت اللي عليا. الدور عليكم ان انتوا تعملوا اللي عليكم بقى. الو استاذ صلاح، ازيك؟ اهلا يا باشمهندس، الحمد لله على السلامه. الحقيقه انا بكلمك علشان كنت عايز اعتذر عن الصفقه بتاعت السراير. ده اتسحب من المناقصه ودلوقتي؟ معلش والله انا فعلا متاسف، بس انا فعلا تعبان جدا ومش هقدر اكمل. طيب عموما اوكي. انا الحقيقه برشح الجماعه بتوع ارت لاين، ناس كويسين وسمعتهم كويسه قوي، وانا متاكد ان هم هيسلموا كمان قبل الميعاد.
أنا آسفة أوي يا رؤوف، بجد أنا آسفة. واللي أعمل إيه عشان أخليك ترجع تاني وأنا أعمله؟ لو عايزني أسمع كلامك طول عمري أسمعه، لو عايزني أفضل مستحملك طول العمر هستحمل، بس أصحى مش وارد انها تحصل. اول ما تيجي الساعة 6 هنفصل عنه الاجهزة. ربنا يتولى برحمته. انا شايف ان ده افضل لي وافضل لكم. انا اسف جدا. بعد اذنك.
هتصرف ازاي يا استاذ حسين؟ هجيب فلوس المستشفى منين؟ ليه؟ كام يعني؟ كتير. كام يعني؟ اتفضل شوف. يا انتوا لازم تجمعوا من بعض. لا يا مدام، يا حضرتك لازم تتصرفي تبيعي اي حاجه، ما اصل كده مش هينفع خالص. كل حاجه باسم رؤوف. يا ريتني ما كنت قطعت التوكيل. حضرتك لازم تشوفي حد تستلفي منه. مش هينفع استلف من حد. رؤوف ولا كان بيسلف حد ولا كان بيستلف من حد. دي فرصتي. ايوه يا موجة. شكلهم هيهربوك. ليه هربوني؟ ما انا كويس. خش على حسين، خش على حسين. حسين اشمعنى حسين؟ اشمعنى حسين؟ نهار اسود يا نهار اسود يا اخويا. مفيش غير الغبي ده اللي هيهربني. اشمعنى يعني؟ انت الوحيد اللي فاهم ان الجاموسه بتشرب لبن. ما هو بتشرب ايه؟ سوري ايوه بتشرب ميه ووتر. بالراحه شيل من الوسط من هنا. ايه ده؟ هو انت مش لابس حاجه تحت لبس المستشفى؟ وده وقته. ايوه اصل كده هنتفضح. ماشي ميرسي يا دكتور. انا عايز اموت هنا. الغريبه ان مفيش حد قال للناس دول هم رايحين فين. كده عادي كده كاني ازازه زيت. يلا يا نوح هتعرف تطلع؟ فين؟ سيبهم. ده انا بعد اللي شفته ده لو عشت هعيش كسيح. سيبهم. سيب فيهم مره. يعني يوم اثق فيهم اديهم حياتي. ايوه هيحافظوا عليها لانها بقت غاليه عليهم. اسمع كلامي وسيبهم. اديني سبتهم. على الله يعرفوا يعملوا اللي عليهم بقى. الو. ايوه يا استاذ عكاشه، المستشفى عرفت ان انتوا سرقتوا المريض وبلغت البوليس. بقول لك يوم النبي ما تجيبوش سيرتي، دي فاش حرارتي بقى. قلقان؟ انا؟ لا خالص على ان ايه يعني؟ انا واثق فيهم جدا. امال مالك؟ قلقان. بقول لك يا نور، ما تيجي نروح كده نبص عليهم، نطمن عليا كده نشوف عملوا ايه. على فكره انا عاوز اشكرك على الوقت اللطيف اللي قضيته معاك. على فكره لو مستني نشبك صوابعنا ونبوس بعض يبقى امشي احسن. ما تخلينيش ازقك وانت ما تعرفش تطير. خلاص كان نفسي في فرصه تانيه. وانا كمان. بس انا ما كانش لازم اسمع كلامك واسيبهم. ايوه مش عشان حاجه، بس عشان كان نفسي سحر تسمعني واقول لها ان انا عايز اعوضها على الايام اللي هي عاشتها معايا هي وابني. خلاص لما تفوق ابقى عوضها. انت جايز تفوق في اي وقت وجايز اموت وارجع انا لوحدي تاني. احنا مع بعض يا نور. رؤوف ممكن نطلب منك طلب؟ ده لو عشت يعني عايزك تبقى يا سحر. ايوه يا حاتم. يا سحر. في ايه؟ فاق. رؤوف. لا يا سحر. رؤوف حبيبي. يا رفعت. حبيبي. ماما حبيبي. الحمد لله على السلامه يا رؤوف. ماما حبيبي. مين ده؟ حاتم. حاتم مين؟ حاتم صاحبك. وانت عند صاحبي بتعملي ايه؟ يا جماعه ده كويس قوي.
ثانية واحدة، مش فاكر ان احنا قعدنا في الحتة دي هنا قبل كده؟ لا انا مش فاهم انت عاوز مني ايه يا استاذ رؤوف؟ طيب انت كنت طالب مني طلب، مش فاكر ايه هو الطلب ده؟ انا عمري ما طلبت حاجة من حد يا سيدي انا مش حد. ان شاء الله كل الاسبوع بحاله. انت عاوز مني ايه؟ طيب فاكر لما قعدنا مع رئيس الوزراء وكان بياكل بامية؟ لا. ولا لما شفنا الرئيس بيستحمى؟ لا. ما انا مش هسيبك الا لما تفتكر. الو. ايوه صح. لا انا قاعد مع واحد صاحبي. حاضر بس.